حكم عليه بالسجن لمدة 1000 عام على كوكب بعيد غير مكتشف، حيث سيجبر على العمل بلا نهاية في عزلة تامة عن بقية البشر. تقترب امرأة من فتاة تجلس بهدوء على العشب. تسألها المرأة إن كانت مستعدة حقا أو لديها أي شكوك متبقية. ترد الفتاة بأنها مستعدة ولا تفهم سبب طرح هذا السؤال، ولكن عندما تلاحظ تعبير القلق على وجه المرأة تلتفت لترى مجموعة من ضباط الشرطة يقتربون ببطء. في حالة ذعر تقفز الفتاة وتركض عبر الحقل. تفيد الأخبار بأن الحكومة ألقت القبض مجددا على إرهابي مؤيد للكائنات الفضائية في المدينة 12، وهذه الحادثة الثالثة رغم أن الجيران من الكائنات الفضائية لم يظهروا أي عداء. كما أفادت التقارير بأن الحكومة قتلت 7 من الكائنات الفضائية في مخيم للاجئين قرب البحر الأسود، وأثار قلق المراقبين الدوليين. لا يبدو أن الكائنات الفضائية منزعجة من العنف، ويحتج كثير من الناس في الشوارع، بينما تدعو جماعة مسلحة مدعومة من حكومة غربية إلى إبادة جنس الكائنات الفضائية. رغم أن الحكومة أدانت التصريحات علنا، إلا أنها تواصل تزويد الجماعة بالأسلحة للصراع الإقليمي. ويواصل المذيع وصف الكائنات الفضائية بأنها مسالمة، ويعيشون الآن في مخيم لاجئين بني بسرعة. وتكثفت الجهود للعثور على كواكب جديدة فيها أكسجين كاف بعد وصول سفينة أخرى مؤخرا تحمل 1000 لاجئ فضائي. يخشى الكثيرون أن الكوكب أصبح مكتظا بالسكان بشكل خطير ويزداد عدم استقراره. الفصل الأول: ثيودور. مع بزوغ فجر استكشاف الفضاء، ظهرت مبادرة جريئة جديدة تدعى مشروع الاستعمار التجريبي. في أعماق الفضاء البعيدة يوجد كوكب سجن منعزل في نظام كابيلا النجمي، وفي أحد مناجمه يرى رجل يرتدي بدلة واقية وهو يستخرج خاما متوهجا. بعد أن حمل الخام على عربة، قام ثيودور بسحبه إلى السطح واستخدم جهازا خاصا لإطلاقه في السماء. في ذلك المساء في المنزل يشاهد برنامجا تلفزيونيا يحمل بطله أيضا اسم ثيودور. لاحقا يرقص على أنغام أغنية هادئة ويقرأ كتابا قبل النوم، وعندما يغلق عينيه يتمنى ليلة سعيدة لمونى ويسترجع ماضيه. فجأة يدوي صوت صفارة إنذار عالية، وتبدأ الأضواء في الوميض باللون الأحمر. في صباح اليوم التالي يستعد ثيودور، يتناول الإفطار ويتجه عائدا إلى المنجم. حالته الجسدية تتدهور. عندما يتوقف ليسعل تصعقه بدلته بصعقة كهربائية، ويأمره صوت اصطناعي بالاستمرار في العمل. في المنزل تتردد أصوات في ذهنه تدفعه هذه الأصوات للعمل، وتسخر منه بأن لا أحد يهتم، وأن مونى لم تحبه أبدا ولا أحد يتذكره. محاولا إسكاتها يطلب ثيودور من الكمبيوتر إنشاء عرض عن ثيودور ومونى. كل يوم يتكرر: يأكل، يعمل، ينام، يستيقظ، ويعيد الكرة، بتحفيز من إشارات معينة. في أحد الأيام تسوء حالته أكثر، ويتحول إلى سجين مصاب بمرض عضال. يخلع قميصه، يحدق في نفسه في المرآة، ثم يمسك بسكين ويحاول أن يقطع جهاز التتبع من صدره. وبينما يقاوم الألم الشديد ينجح أخيرا في ذلك. بعد مغادرة جهاز التتبع جسده تتوقف صفارات الإنذار وتنطفئ الأضواء. يدفن الجهاز في واد. صباح اليوم التالي يعود ثيودور للمنجم ويرى مركبة فضائية بالأفق. يصعد تلا فيرى كبسولة هبطت وامرأة تخرج منها. يتسلل إلى نافذة ويتنصت على محادثة. تقول المرأة إن السجين على الكوكب ربما لا يزال حيا. جهاز مراقبته صامت، لكن قمرهم الصناعي لا يزال يتلقى الخام. تقول إنه إذا وجدته ستتكفل بالأمر. ستقتل ثيودور عند عودته للمنزل. يبدأ ثيودور التخطيط لهروبه. يرتدي ملابسه ويتسلل لمسكن المرأة ويسرق مذكرتها. في المنزل وبينما يقلب الصفحات تسقط صورة صغيرة لفتاة صغيرة مع كائن فضائي، وأثناء تصفحه للمذكرات يدرك ثيودور أن المرأة تكره البشر. الفصل الثاني: نيا. تجلس فتاة صغيرة بهدوء على الأرض تراقب مجموعة من الكائنات الفضائية. يتحدثون إليها بلغتهم الغامضة ويخبرون بلطف بشيء لا تفهمه تماما. فجأة يصرخ صوت رجل بصوت عال من خلفهم. يظهر رجل يحمل سلاحا ويوجه مسدسه نحو الكائنات الفضائية ويأمرهم بعدم التحرك. تستيقظ نيا وقد أفزعها هذا الحلم الحي. مجرد حلم، لكنه كان قويا. تنظر من النافذة الصغيرة وترى النجوم البعيدة في الخارج. لا تزال عالقة في الفضاء. وبعد فترة وجيزة تهبط كبسولتها على كوكب ناء مقفر. ينفصل المحرك ويطير مبتعدا، تاركا منزلها الصغير على شكل كبسولة فقط. تخرج نيا لتتنفس الهواء الخفيف وتتفحص محيطها الغريب. تتذكر هروبها اليائس وركضها من الشرطة، وتصاعد الذعر بداخلها، لكن الهواء هنا يجعلها تشعر بالدوار. فتعود إلى الداخل. يخبرها روبوت جالس بجانب النافذة أن جسدها يحتاج وقتا للتكيف مع مستويات الأكسجين المنخفضة على هذا الكوكب. ثم بصوت لطيف متكرر يعلن: حان وقت الأكل، مرارا. وبينما هي منزعجة تنهض نيا أخيرا وتتناول شيئا لتأكله كي يتوقف عن التكرار. ثم يطرح الذكاء الاصطناعي موضوعا جديدا.
قد يكون هناك سجين سابق لا يزال حيا في مكان ما على هذا الكوكب، انقطع إرساله، لكن هناك من يواصل إرسال الخام من المنجم. تعرض نيا تولي أمره. إذا وجدته ستتولى الأمر بشكل نهائي. لكن الروبوت يحذرها من التدخل. الرجل مريض، سيموت قريبا على أي حال، والأهم من ذلك قد لا يكون مستقرا نفسيا. تجنبي الاتصال، يحثها الذكاء الاصطناعي بإلحاح. في تلك الليلة بينما كانت نيا مستلقية في سريرها، سمعت شخصا يدخل منزلها بهدوء. مرعوبة، بقيت ساكنة تماما متظاهرة بالنوم. في صباح اليوم التالي وبعد أن ارتدت ملابسها الخاصة، توجهت نيا إلى المنجم، وفي أحد الأنفاق وجدت نفسها وجها لوجه مع ثيودور. لم تتكلم، بل مرت بجانبه ببرود وصمت. عند عودتها إلى المنزل بدأت تبحث عن مذكراتها. أخبرها الروبوت أن الرجل قد سرقها. في ذلك المساء تسللت إلى منزله وسمعته يتحدث مع نفسه. استغلت الفرصة وانقضت عليه مطالبة بإعادة مذكراتها، وبمجرد أن استعادتها حذرته من الاقتراب منها مرة أخرى، وإن فعل ستضطر لإيذائه. وأثناء مغادرة نيا أدرك ثيودور شيئا. أتيحت لها كل الفرص لقتله، لكنها لم تفعل. لن يكون وحيدا بعد الآن. الفصل الثالث، عشاء لشخصين. جلست نيا على سريرها تكتب في مذكرتها. فجأة لاحظت ثيودور يتسلل خارج النافذة. أمسكت بسكين حاد وطلبت منه أن يبتعد ويتركها وشأنها. كان الرجل يريد فقط التحدث وسماع قصص عن الأرض، لكن نيا لم ترغب في التحدث مع أحد. اختارت هذا الكوكب لأنها ظنت أنه مهجور. بابتسامة ساخرة أخبرها ثيودور أنه مع الوقت ستظهر أصوات غريبة في رأسها ولن تبقى وحيدة. وبتردد وافقت على مشاركة ما تعرفه. لا يزال أناس يعيشون ويشاهدون التلفاز. وقبل أن يغادر قدم الرجل نفسه باسم ثيودور. في اليوم التالي عادت نيا إلى المنجم، تواصل حفر الخام وإرساله إلى القمر الصناعي. يعود ثيودور ليقاطع عملها مجددا، إذ يتوق للرفقة لأن الصمت الساحق لا يحتمل له، وهو مقتنع بأن الوحدة قتلت سلفه. أخيرا تستسلم نيا وتقدم نفسها. في تلك الليلة وبينما كانت مستلقية في سريرها، وجدت نيا صعوبة في النوم، فهي ببساطة لا تستطيع التأقلم مع يوم العمل المرهق ل14 ساعة. وبينما تنادي روبوتها بدأت تشتكي من ثيودور. تعتقد أن الرجل العجوز مزعج للغاية، إذ يحمل في داخله قصص 15 عاما مكبوتة. يحاول الذكاء الاصطناعي تهدئتها، مذكرا إياها بأن السجين سيموت قريبا، وعندها ستكون وحدها كما أرادت. في صباح اليوم التالي ترتدي نيا بدلتها الواقية وتخرج إلى الخارج. تجد على عربة نقل الخام ورقة مجعدة من ثيودور يدعوها فيها إلى عشاء ودي. تعيد نيا تجعيد الورقة بغضب وترميها على الأرض، ثم تتجه إلى عملها. في وقت لاحق في منزلها تطلب نيا من الذكاء الاصطناعي أن يكتشف سبب سجن ثيودور. لا يستطيع الوصول إلى تلك المعلومات، لكنه يعرض قائمة بالجرائم الخطيرة التي تؤدي إلى النفي إلى كوكب آخر مثل القتل أو الإرهاب أو الخيانة. في الأثناء كان ثيودور في منزله يحضر العشاء ويرتب الطاولة، حتى أنه وجد بعض الويسكي. وقبل أن يفقد الأمل في قدومها تظهر نيا. يدعوها للجلوس ويعرض عليها مشروبا، موضحا أنه احتفظ بالويسكي للضيوف. ثم يخبرها عن غاز فضائي يراقبه، غير ضار لكنه يراقب أفكاره دائما ويسجلها ليعيد تشغيلها في رأسه. تظن نيا أنه مجنون، لكنه ينكر ذلك. ثم يسألها عن مذكراتها قائلا إنها كانت مكتوبة بلغة الإيان. تشرح له أن لغتها الأم هذه. تقول إن والدتها تخلت عنها وأن امرأة من الإيان وجدتها وربتها. بالإضافة إلى ذلك الأرض أصبحت كوكبهم الآن. يفاجئها ثيودور بتذكر عبارات بلغة الإيان تخبره أنها من مدينة 12 بأمريكا الشمالية، لكن جذورها من مستوطنة إيان على البحر الأسود. لم يزر ثيودور المكان وسمع عنه. يشاركها الحديث عن زوجته التي كانت معلمة مدرسة مثله وربما تقاعدت. يتمنى التحدث إليها لكنه يعلم باستحالته، ومع ذلك يتحدث إليها في ذهنه دائما. تحاول نيا أن تسأله عن سبب سجنه، لكنه يتجنب الإجابة. يعرض عليها الماريجوانا التي أعطيت له لعلاج آلام الظهر ولم يستخدمها. تفاجأت لكنها وافقت وأرته طريقة تدخينها. بعد لحظة يعترف ثيودور أنه نفي بتهمة القتل، لكنه لم يرتكب الجريمة. لفقت له التهمة. الضحية كانت تعمل مع زوجته، لذا وقع الاشتباه عليه. تعترف نيا بسجنها بتهمة الإرهاب. كانت تخطط لقطع رأس رئيس الوزراء. خدعت من امرأة كانت شرطية متخفية. رئيس الوزراء أرسل الناس لمعسكرات قتلوا فيها، فأرادت نيا الانتقام لكن خطتها فشلت. عندما سمع ثيودور ذلك قال إنه لا يحكم عليها ولم ترتكب أي خطأ، وهو فقط سعيد لأنه أخيرا يتحدث مع شخص حي. عندما يبتعد ثيودور للحمام تتذكر نيا اعتقالها ويتذكر زوجته. يقول ثيودور إنه يشعر بغرابة منذ بدء الحديث معها. الذكريات تستيقظ. بدأ يشك في
قصته ويتساءل إذا كان اختلق كل شيء. يتذكر ربما أنه زار البحر الأسود ودرس إيان هناك. تقترح نيا أن يكمل هذا الحديث غدا عندما يكون صاحيا، لكنه يتجاهلها ويسأل مجددا عن المذكرات. لقد رأى اسما فيها. تقاطعه وتخبره أن قراءته لمذكراتها لا تعطيه الحق في طرح الأسئلة. من الأفضل له أن يتذكر من قتل. يدرك ثيودور أنه تجاوز حدوده ويعرض عليها الشاي، وأثناء إحضار الماء يسمع صوتا ويرى سحابة أرجوانية. يحفز الغاز ذكريات من الماضي حيث كان يمشي في منزله بينما تصرخ مونا خلفه. في الداخل يصاب ثيودور بالذعر ويخبر نيا عن الغاز. يبدو أن الغاز يعرف كل شيء عن ماضي السجناء ويحاول أن يجعله يتذكر. ربما هم بالفعل أموات ويتعرضون للتعذيب. تحاول نيا تهدئته وتكتشف أن ثيودور ليس اسمه الحقيقي، غير اسمه عمدا ليهرب من هويته السابقة. تشعر بالخوف قليلا من تصرفاته لكنها توافق على تغيير الموضوع والتحدث عن نفسها. انتقلت للمدينة 12 بعمر العاشرة. سجلها والداها الجديدان في المدرسة، لكن والدتها من إيان قتلت مع الآخرين أثناء الحرب. تجلب لها الذكرى الألم وتطلب أن يتحدثا عن شيء آخر. يتحدث ثيودور عن برنامج يشاهده، قصة عن شخصين غريبين أجبرا على العيش معا. وقبل أن تغادر نيا يكشف ثيودور أخيرا عن اسمه الحقيقي، ناثان فلانغان. مصدومة تغادر منزله بسرعة، وفي طريق عودتها تتذكر طفولتها وكيف أطلق رجل مجهول النار على والدتها من إيان أمام عينيها. ونادت امرأة الرجل باسم ناثان فلانغان. من المرجح أن ثيودور هو قاتل والدتها. عادت للمنزل وسألت الذكاء الاصطناعي عن هوية السجين الآخر. هل هو العريف ناثان فلانغان؟ لكن الروبوت لا يملك أي معلومات عن ذلك. وبغضب تتساءل إن كان القسم قد أرسلها عمدا إلى هذا الكوكب يعلم أن قاتل عائلتها هنا. الفصل الرابع. غاز فضائي يراقبك في الليل. في اليوم التالي وفي طريقهم إلى المنجم تساءل الفتاة نيتون عن شعوره. الرجل يبدو مندهشا، لقد نسي اسمه بالفعل. تقترح نيا أن يلتقيا مجددا في منزلها ذلك المساء، لكن دون شرب الكحول أو تعاطي الحشيش، وبالطبع يوافق. في ذلك المساء يظهر رجل مسن على بابها وهو يحمل سلة فواكه. تعرض نيا عليه تريه صورا من كوكبها الأم، لكن نيتون يصر أنه مشوش وقد خلط كل شيء. تريه المخيم الذي ماتت فيه عائلتها، لكنه يرفض النظر ويكرر أنه مخطئ ولم يكن هناك. تسأله نيا إذا كان قد خدم في الجيش. تقول له إنه بحاجة لتذكر شيء، لأن من المهم لها أن تعرف مع من تشارك هذا الكوكب. تخبره أنه سجن بتهمة القتل وأنها بحاجة لمعرفة الحقيقة. ربما قتل عشيق زوجته. يصبح ثيودور غير مرتاح ويطلب منها التوقف عن التنقيب في عقله. تواصل نيا الضغط وتقترح أنه ربما قاتل جماعي فيدفعها الرجل العجوز بغضب. وعندما يدرك ما فعله يندفع خارج منزلها. في تلك اللحظة ينجرف غاز غريب عبر الوادي وتبدأ الأصوات تتردد في رأس نيا. تسمع اتهامات وأحكاما ضد شعبها. في منزله يقنع ثيودور نفسه بأنه لم يرتكب أي خطأ. هو ليس الرجل الذي تدعيه نيا. فجأة يسمع صوت مونا، المرأة التي تظهر له، تخبره أن نيا تريد التفريق بينهما وأن عليه أن يحل المشكلة. في هذه الأثناء في منزلها تطلب نيا من جاني الروبوتة أن تجد السجين الآخر، لكن جاني لا تستطيع. منارة تتبعه مطفأة. فجأة تسمع نيا صوتا بالخارج فتقرر التحقق. ظنت أن ثيودور يختبئ خلف صخرة كبيرة. اقتربت لتكتشف أنه لا أحد هناك، وبدلا من ذلك ظهر ثيودور فجأة وضربها بمجرفة حتى فقدت وعيها. تسترجع نيا يوم جاء رجال الشرطة للقبض عليها. عندما تستعيد وعيها بعد الضربة ترى ثيودور الذي يطلب منها أن تستمع إليه. تدفعه نيا بعيدا وتركض للمنزل. يتبعها ثيودور ويدخل خلفها. عندما تسنح لها الفرصة تهاجمه نيا وتتهمه بقتل 7 من الأبرياء من الإيان. إنها متأكدة أنه هو الفاعل، فالغاز الفضائي أخبرها بذلك، لكن ثيودور ينكر ذلك مقتنعا أن التهمة لفقت له. ويتذكر اليوم الذي حدث فيه شيء بمنزله، وبعد أن دفعها جانبا يحاول أن يجبرها على تصديق براءته. مرعوبة تهرب نيا بعيدا. يطاردها ثيودور، لكنه يصادف الغاز الذي يكشف له خيانة مونا. يرفض تصديق ذلك ويحاول أن يبعد الذكريات عن ذهنه. وفي هذه الأثناء تركض الفتاة إلى كبسولة السجين السابق، وعندما تدخل إليها تكتشف أنه قد شنق نفسه. مختبئة في منزله تحاول ألا تصدر أي صوت، لكن ثيودور يعثر عليها رغم ذلك. تنتزع نيا المجرف من الرجل العجوز وتضربه، مطالبة إياه بالاعتراف. وفي تلك اللحظة يتذكر أنه قتل زوجته وليس عشيقها، لكن نيا لا تصدقه وتستمر في ضربه. وعندما ترى انعكاس صورتها في المرآة تدرك أخيرا ما فعلته وتغادر المنزل. على الجدران تظهر كتابات نازية معادية لعرق الإيان.
في صباح اليوم التالي تلاحظ جيني أن نيا في مزاج سيء. يستفز هذا نيا بشدة لدرجة أنها في نوبة غضب ترمي الروبوت نحو الحائط، ثم تعود لتأخذ ثيودور وتدفعه إلى المنزل على عربة. في تلك الليلة تحاول مجددا اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي لكنه كان معطلا. تخرج دفتر يومياتها وترغب في تدوين بعض الملاحظات، لكن الغاز يغمر عقلها ويخبرها أن كل شيء هو خطأ ناتو فلانيغان، وأنها بسببه انتهى بها المطاف هنا، وأن والدتها ستكرهها بسبب ما فعلت وربما لم تحبها أبدا. تحت وطأة هذه الأفكار تفقد نيا السيطرة وتنفجر بالبكاء، وبعد أن تهدأ تقرر زيارة ثيودور. على الأرجح كان ناتو فلانيغان إما سلفه أو اسما قرأه في دفتر يوميات. يخبرها ثيودور أنه تذكر أن جاره إيور كان إيان، وهو الشخص الذي علمه لغتهم. كانا مقربين حتى قتل زوجته. نيا لا تفهم لماذا اختلق قصة فلانيغان، ما الهدف من ذلك؟ وبعد لحظة تعترف بأنها كانت ستنفذ خطتها لو لم يمنعها أحد. لقد أرادت الانتقام لموت والدتها، رغم أنها كانت تعلم أن والدتها لم تكن لتوافق. إنها تكره هذه المشاعر، ورغبتها في الانتقام تمزقها من الداخل. يقرر ثيودور المساعدة ويقترح نقل جهاز مراقبتها إلى داخله. بموته يظن الجميع أنها لم تكن هي الفاعلة. هذا لن يخرجها من السجن، لكنه على الأقل سيعفيها من العمل في المنجم. وبدموع في عينيها توافق، وبحذر تفتح جلدها وتزيل جهاز المراقبة الخاص بها، ويأخذه ثيودور منها. الفصل الخامس. على قمة العالم. بعد فترة من الزمن تصعد نيا إلى أعلى جبل وتفكر في موت ثيودور. أغلقت النافذة في منزله وغطت جسده ببطانية، وبعد أن ألقت نظرة أخيرة على الرجل العجوز غادرت منزله. وعندما وصلت إلى قمة الجبل نظرت إلى الكوكب الذي قدر لها أن تقضي بقية أيامها عليه. ما رأيكم؟ هل كانت ذكريات ثيودور عن زوجته حقيقية، أم أنه بالفعل قتل عائلة نيا في النهاية؟ شاركونا آراءكم في التعليقات بالأسفل، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. أراكم في الفيديوهات القادمة.